يا عم اسكت بقى، سيبنا اذاكر عشان لو جبت تقدير وحش ابويا وامي هيقتلوني. يا عم تذاكر ايه بس يا عم؟ انا لو قاعد لوحدي زي كده كان زماني خاربها. هو انت مفكرها حاجه حلوه قوي كده انك تكون عايش بعيد عن اهلك؟ ايوه يا عم، حاجه حلوه وزي الفل. تنزل وقت ما انت عايز وتيجي وقت ما انت عايز، لا حد بيقول لك رايح فين ولا جاي منين، وبتجيب صحابك بقى زي ما انت عايز، ولا حد يقول لك خش ذاكر ولا زفت. والله يا ابني انت برنس في ذاتك يا ابني. ما هو انت عشان ما عشتش بعيد عن ابوك وامك مش هتعرف انا حاسس بايه. ايه يعني حاسس بايه؟ لا انا اقول لك بقى انا حاسس بايه. انا عشت بعيد عن ابويا وامي، بس لما عشت بعيد عن ابويا وامي عرفت ان ماسكه الاكياس اللي فيها طلبات البيت وان الطلعه بيها على السلم بتوجع الظهر جدا، وعرفت ان الميه تقيله قوي، وان الغدا كل يوم مش بالساهل، وعرفت ان الصحيان بدري لوحدك صعب، والنوم احسن من 100 منبه، وان الغسيل ممكن يخليك ما تنامش عشان مستني تنشره، وان الحاجات الضايعه مش هتلاقيها. عرفت ان دور البرد اشد 100 مره من دور البرد وانت معاهم، وان العلاج كان بيهم هم مش بالمضاد الحيوي، وان اللي هتعوزه مش هتلاقيه في ساعتها. عرفت ان المذاكره من غير سندوتشات ما بتتفهمش، وان الزعل من غير وجودهم اضعاف. عرفت ان الغلط من غير عتابهم ما بيتشافش، وعرفت ان انت لو واحد مبسوط وبتعمل شوبينج، بس الشوبينج ده من غير لا ده ضيق مش حلو، ده يا حبيبي مخليك كبير، كفايه كده النهارده. الكلام ده كله ملوش معنى. عرفت ان الامان مش في قفله الباب بالمفتاح والترباس. عرفت ان ترتيب البيت ده شيء مجهد جدا. عرفت ان الطلعه من البيت من غير دعوه ما بتتحسبش، وان في حاجات اسمها كهرباء وغاز واشتراك نت، وان الميه بتقطع. عرفت ان محدش هيجري يشيل ازاز الكوبايه المكسوره ويقول لك ابعد تتعور. عارف انا عرفت ايه؟ عرفت احساس القهرة لما يكون اهلك تعبانين ومش عارف تشوفهم. عرفت احساس لما تكون تعبان ومش عايز تقول لهم خوفا على قلقهم. عرفت قيمة ان ابويا وامي بيشتغلوا وبيتعبوا عشان في الاخر الفلوس دي يدوها لي انا مش ياخدوها ليهم. انا عرفت ان احنا صغيرين قوي بيهم، كبار في ميعادهم، ميتين من غيرهم. احمد ربنا ان ابوك وامك عايشين وانت عايش معاهم. انا بتعذب، انا بالنسبه لنفسي مغترب بعيد عن ابويا وامي. عرفت انا حاسس بايه؟